السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم سبانخ باللحمه. بصراحه بنات مصدقنا للسبانخ طلعت يعني عشان الموسم بتاعها وانتوا عارفين. فهعمل سبانخ باللحمه واقول لكم على الطريقه. بس تعالوا نصلي على رسول الله افضل الصلاه والسلام واقول لكم انا عملت ايه. هنا يا بنات انا كنت جايبه معاكم في المشتريات اللي فاتت، كنت جايبه 3 ارباع كيلو لحمه. اللحمه دي بلدي من عند الجزار. انا عملتها شوحتها، بس انا بغسلها بس غسله كده. هي المفروض اللحمه البلدي ما تتغسلش، بس انا بغسلها يعني بشطفها بس كده بسرعه من ايد الجزار وكده ومكان التقطيع. فغسلتها بس كده اهو على طول، وشوحتها بمعلقه سمنه بلدي، وحطيت ورق لورا، وحطيت حبهان. لو في مستكه حطي، لو في كبابه صيني حطي برضو. شوحيها كده على الجنبين. يعني ايه لحد لما لو نزلت ميه سيبها تنشف خالص. انا بحب اجيبها حمرا كده. انا جربت لما اجيبها فيها نسبة دهون شوية، بحس ان هي معفرطة. هي بتبقى طبعا بتبقى اطعم طبعا في الشوربة، بس بصراحة ما يعني ما بتصرفش معايا. فانا جبتها 3 ارباع لحمه صافي كده اهو، كان الكيلو ب 190. وبرضه هقول لكم اللي انا عملتها كلها، بس الصراحه ما كناش على مره واحده، يعني انا هقول لكم الوقت انا عملت ايه. افضلي بقى كده شوحيها خلاص لحد ما لما الميه بتاعتها تشرب، وبعد كده ضيفي طبعا عليها ميه تكون مغليه. لو في عندك حته ماسوره ولا حته، لو عطاكي الجزار ولا حاجه حته عظمه حطيها تخلي الشوربه معاكي كويسه. واول لما يطلع منها ريم كده هو حاولي شيلي الريم عشان تخلي الشوربه معاكي صافيه وحلوه. خلاص كده اهو. انا يا بنات انا بجيب اللحمه اللي ما تبقى شوربه بجيبها لحمه بلدي من عند الجزار. لكن بصراحه اللحمه المفرومه دي انا بجيبها لحمه مجمده، بس بتكون نوع نضيف برضو. جربت قبل كده وجبتها لحمه. لحمه مفرومه بلدي. بصراحه الجزار ساعتها لقيت بعد ما وزن وفرمها لي، لقيت نصها دهنه. هو بيبقى حاطط جوه المفرومه اصلا، بيبقى حاطط دهنه. فطبعا انا من ساعتها بصراحه وانا ما كنتش بجيب اللحمه المفرومه من عند الجزار خالص. خلاص هعمل جنبها سبانخ زي ما انتم شايفين. السبانخ ديت انا كنت جايباها قبلها ب3 ايام. عشان تقعد معاكي مده اطول في التلاجة يا بنات. انت اغسليها كويس، طبعا انتوا عارفين ان السبانخ بتبقى مليانه طين. افضلي بقى نقعيها كتير كده في الميه بشويه خل صغيرين، واغسليها هي والخضره ديت بتاعه السبانخ. وافضلي اغسليها كذا مره عشان بتنزل طين كتير، ولو فيها اي ورقه صفرة طبعا نضفيها. وبعد ما تصفى لفيها في حته فوطه كده نضيفه زي ما انتم شايفين. هتفضل معاكي يعني، دي بقى لها 4 ايام حوالي عندي. برضو الخضره بتاعت الحباش دي اللي هي بتاعت المحشي يعني، برضو اغسليها. ولو انا عايزه مثلا، انا برضو كنت برضو جبت غير دي وكنت عيناها في التلاجة، قعدت معايا حوالي 10 ايام بنفس الطريقه. بس اهم حاجه يا بنات تبقى الفوطه مبلوله. ازاي؟ يعني مثلا انا خلاص غسلتها وصفيتها، صفيت الخضره شويه. بتجيبي بقى فوطه كده تكون نظيفه، طبعا مخصصه للمطبخ بس. واغسل يعني بليها وعصرها جامد. وبعد كده افرديها وحط عليها الخضره دي تكون مبلوله، وحط جواها معلقه معدن. المعدن دي هتحافظ عليها. ولفيها زي ما انتوا شايفين كده وحطها في التلاجة. كل يومين مثلا طلعيها وتبص عليها. لو لقيتي مثلا ان حته القماشه ديت نشفت، طلعي برضو القماشه كده اهو، فكيها من الخضره وبلها تاني واعملي بنفس الطريقه. هتقعد معاكي بال10 ايام وبالاسبوع عن تجربة يعني. وفي طريقة تانية ممكن تقطعي الحباش برضو كده زي ما انا مقطعة السبانخ، وتحطيها مثلا في مصفى صغيرة وتغطيها برضو في فوطة. دي برضو هتقعد معاكي مدة برضو. وممكن تحطها في علبة. لو في علبة بلاستيك هتحطي تحتيها مثلا منديل او فوطة برضو، وتحطي في النص الخضرة، وفوقيها برضو غطيها برضو بمنديل او فوطة. برضو دي هتقعد معاكي برضو حوالي اسبوع كده او 10 ايام. خلاص. هنا هو زي ما انتوا شايفين يا بنات انا قطعت السبانخ اهي. وهنا هو ده الخضرة بتاعت المحشي انا بقطعها اهي. هي خضرة المحشي هي اللي بتتحط في السبانخ. في ناس بتقول لا مش كل الخضرة، بس انا بصراحة جربت حطيت كله. نفس الخضرة دي حطيتها في السبانخ بتاعت المحشي. هي نفس الطعم، مفرقتش بصراحة معايا حاجة. خلاص كده انا هنا اهو قطعتها دي ودي كده اهو.
بصوا يا بنات، هنا اهي الشوربه اهي. هنا طبعا اللحمه كانت استوت. تحطوا طبعا الملح في الاخر، وما بحطش غير بصله وفلفل وملح بس. هنا بصراحه يا بنات اللحمه انا قسمتها. إيه بمعنى ايه؟ يعني مثلا دي 3/4، انا هحاول اقسم ال3/4 كده على مرتين. خلاص. إيه، في المره دي انا عملت سبانخ زي ما انتم شايفين كده. السبانخ دي كانت نص كيلو. طلعت منها على قد يوم اللحمه اللي احنا هناكلها، وحطيتها جوه السبانخ زي ما انتوا هتشوفوا. والكميه اللي في الحله التانية ديت، الحله البيضه ديت الصاج ديت، انا عملتها مره تانية في صينيه بطاطس وعملت فته. خلاص. طريقه برضو صينيه البطاطس بالفته انا منزلاها برضو في القناه. خلاص. بحس معلش يعني انا جايبه بقول لكم 3/4، هو الكيلو كان ب190، فبصراحه مبلغ. مش هعمل بصراحه ال3/4 مره واحده. لا، انا عملت المره دي مثلا سبانخ زي ما انتوا هتشوفوا. وسبت اللحمه دي. قلت يعني مثلا ايه، قعدت يومين او 3 ايام وعملت صينيه بطاطس وعملت ايه فته ورز وكنه. واليوم السبانخ اللي احنا كنا ده تاني يوم بقى إيه فلتي، يعني بمعنى ايه، كلي بقى اي حاجه يا بنات، يعني كلي رز وعدس. لو شويه فول بطماطم ومسقعه وبابا غنوج هتقضي اليوم. لو شويه مكرونه وحمري بطاطس جنبها. إيه يعني احنا ايه هنصرف نفسنا. مش شرط مثلا هيبقى يومين ورا بعض لحمه. ما انا كان ممكن اعمل اليومين ورا بعض، بس بصراحه لا. يعني انا قلت هيبقى يوم كده وهيبقى يوم كده اهوت. انتوا شايفين المصاريف وشايفين الدنيا غاليه ازاي. هنا يا بنات انا بعمل مكرونه لسان عصفور بالشوربه اهي. هنا يا بنات عشان الشوربه ما تطلعش معاكي. في ناس ما بتعمل المكرونه لسان عصفور الشوربه بتشربها خالص وبتبقى ايه معجنه معاكي. هنا اهم حاجه اللي انت تحمري لسان عصفور تبقى لونها كده غامق شويه زي الذهبي. والشوربه تبقى سخنه وتنزلي عليها. يعني ما تستواش، يعني يا دوبك هي بس تغلي غلوتين. بالظبط غلوه واحده حتى. غلوه واحده وتطفى عليها. هي هتكمل سواها بقى في الشوربه. خلاص. شوف الشوربه هي كانت مغليه تنزلي عليها على طول. هي غلوه واحده بس وهتقومي طافيه عليها. لحد لما ايه هي تستوى منها لنفسها. لكن انت لو سبتيها تقعد تغلي كتير، هي هتشرب الشوربه كلها. تيجي تبص وانت بتشربي مش هتلاقي في شوربه، هتلاقيها كلها مكرونه. خلاص كده يا بنات. هي هنا اهو كده اهو زي ما انتوا شايفين هتغلي غلوه وهطفي عليها النار. بصوا زي ما هي الشوربه زي ما هي. بس كده. هعمل معاكم هنا اهو برضو السبانخ. السبانخ اهم حاجه يا بنات عشان تبقى حلوه معاكي وطعمها حلو. من نجاح السبانخ اللي هي تتحط لها طماطم كتير. يعني في سبانخ انا بشوفها كده بتبقى الطماطم بتاعها كده مش حمراء، لا. انت حاولي تكتري الطماطم هتديكي طعم احلى طبعا للسبانخ. هنا حطيت معلقه زيت. وحطي بقى مكعب زبده. حاولوا يا بنات وانتوا بتطبخوا توازنوا الامور، تحطوا مثلا زيت مع زبده. الزبده اللي انا حطاها دي فرن، انا عندي زبده متسيحه بلدي. بس انا برضو قلت احط شويه من هنا وشويه من هنا. انا لسه جايبه القارب الزبده ده، بس بصراحه طلع حلو في الكيكه وطلع حلو في الاكل برضو. وعشان البشاميل برضو برضو هيبقى حلو معانا غير الزبده البلدي بصراحه هتبقى مكلفه. هنا هو انا بشوح بس كده البصله. تديها بس لون ايه يعني ايه يعني ايه ذهبي كده شويه، ما تخليهاش غامقه معاكي. اهو بصوا اللون ده كده اهو. بس ما تغمقهاش عن كده. وهنا الطماطم ديت انا كنت مسبكاها. لا هنا اهوت انا بحط الاول يا بنات السبانخ. في ناس بتنزل على البصله بالطماطم. براحتك اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، بس انا متعوده ان انا ايه انزل الاول كده الخضره الاول. هتلاقي الريحه بتاعتها ما شاء الله جميله وطلعت كده اهو معاكي. اقعدي قلبي فيها قلبي فيها. خلاص. وبعد كده تقومي منزله السبانخ عليها. انا متعوده بعمل كده على طول. ممكن لو انت متعوده تنزلي الطماطم على البصله براحتك برضو. وبرضو يا بنات لو انتوا عايزين تخزنوا سبانخ انا بخزنها بنفس الطريقه دي بس ما عدا البصل. يعني ما بحطش اي حاجه، هي تجيبي يا دوبك بس الحله وتنزلي فيها السبانخ. ما تحطيش بقى الخضره الوقت خالص. لما تيجي تخزنيها هتنزلي بس السبانخ ولحد لما تشرب ميتها خالص. سيبها تبرد وتحطها في كيس وتطلعي منها الهواء وتحطها في الفريزر. وما تيجي تطبخيها بقى هتحط الخضره ساعتها
وهتحطي بقى ايه، هتعملي العكس بقى، اللي هي تشوحي البصله وهتحطي فوقها الطماطم، وهتحطي بعد كده الكيس السبانخ اللي انت عايناه هتطلعيه زي ما هو كده جامد، ما تطلعوش فيك، وتقومي حاطاه على طول على الطماطم وتحطي الخضره. دي طريقه التخزين السبانخ. خلاص هنا اهو حطيت على البصله الخضره زي ما انتوا شايفين، وحطيت السبانخ. اقعدي بقى قلبي فيها لحد دلوقتي هتبصي تلاقيها دبلت معاكي. اقعدي قلبي فيها كده كويس، هتلاقيها برضو نزلت الميه برضو بتاعتها. قلبي فيها حلو كده اهوت لحد لما يعني تلاقيها الوقت حبه صغيرين كده اهوت معاكي. هننزل بقى عليها الطماطم. خلاص كده. هنا بنات لو انتوا عايزين بقى ما تحطوش اللحمه جوه السبانخ، ممكن تحمرها على البوتاجاز كده بمعلقه سمنه بلدي او معلقه زيت زي ما انت عايزه، بس هتديها بس تشويحه بس كده اهو بسيطه، يعني ما تخليهاش تتحرق معاكي، وتطلعيها وترش عليها حبه ملح وفلفل. لكن احنا بصراحه بنحبها جوه السبانخ. بصوا يا بنات كده اهي السبانخ اهي زي ما انتوا شايفين دبلت خالص اهي، والكميه قلت خالص. هتضيف عليها الطماطم دي انا كنت مسبكاها، دي مش صلصه جاهزه، دي الطماطم دي انا مسبكاها وحطاها في التلاجة. يعني البرطمان ده انا حطاه في التلاجة من تحت، وعاينه كذا كيس في الفريزر. بصراحه بنات لما تبقى عندي الطماطم كده جاهزه في التلاجة او في الفريزر، ما بشيلش هم الاكل خالص. غير طبعا لما تطلعي طماطم وتغسليها وتعصريها وتصفيها، لا كده الطماطم عندك سهله. انا بحس كده بصراحه الاكل خلص. هنا بنات بزود حبة شوربة، ما تكتريش بقى الشوربة. طبعا كده الطماطم قليلة، انا لسه هحط طماطم تاني، بس عشان الطماطم دي زي ما انتوا شايفين كده بصوا تقيلة ازاي، ما تفرقهاش اصلا بينها وبين الطماطم الصلصة اللي احنا بنجيبها جاهزة، نفس الريحة ونفس وطعمها خالص ونفس الريحة خالص. اهو بصوا يا بنات حلوة ازاي، بصوا حمرا ازاي اهي. في ناس بقى بتحط برضو في السبانخ، ممكن في ناس لو عايزة تقلها شوية بتحط رز، بتجيب حبة رز وتغسلهم نيين وتحطهم فيه. في ناس بتحط رز، بس انا بصراحة لا، انا ما بحبهاش كده. احنا بنسيبها لحد لما تتسبك كويس جدا، وهتتقل معاكم وهتشوفوها الوقت تبقى عاملة ازاي. هنا اللحمة هي حطيتها عشان تكمل سوا، انا ما كنتش مسوياها جامد. انا كنت بس ايه يعني 3/4 سوا بس كده، والربع التاني هتكملوا سواها في السبانخ. بس كده انا سايباها هنا بقى تستوى، وهعمل الرز. اهو هنا كنت غاسله الرز حلو طبعا وهعمله معاك اهو. الاكله دي يا بنات والله جميله، وجربوا السبانخ بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. ولسه هعمل لها طشه برضو في الاخر، انا بعمل لها طشه بالكزبره الناشفه والثوم، بتبقى طعمها تحفه بصراحه. هنا اهو بعمل الرز اهو. لو انت حابه تحطي معلقه سمنه بلدي او زبده برضو بلدي في الرز، حطي زيت مع سمنه. خلاص بس انا عاملاها هنا اهو بالزيت. بصوا يا بنات بصوا حمر السبانخ حلو ازاي، ما شاء الله جميله. عايزه حطي برضو رشه سكر صغيره برضو عشان خاطر الصلصه. هنا اهو اتسبكت خالص من غير اي حاجه، من غير ما احط لها رز، من غير ما احط لها اي حاجه. وهنا اهو معلقتي بقى، انا حطيت لها بقى في الاخر هنا معلقه سمنه بلدي، زبده صفرا اللي هي بلدي. يعني انا كنت جايبه الزبده الصفرا ديت وانا سيحتها في البيت. ماشي. وهنا اهو تجيبي شويه توم كده حلوين. التوم برضو ما تحرقهوش، خليه برضو ذهبي. وهتنزلي في الاخر خالص، يعني اما تبدا التومه تحمر، نزلي عليها بقى معلقه كده ايه صغيره مليانه كزبره ناشفه، وحطيها على السبانخ. اهو كده يا بنات اهي معلقه كزبره اهي، هتدي طعم جميل جدا طبعا للسبانخ. وفي ناس بتحط جوه السبانخ تومه نيه، بس انا بصراحه لا، ما جربتهاش كده. انا متعوده عليها اللي هي الطعم ده، واكل زمان بصراحه ما فيش احسن منه. ده اكل امهاتنا، ده اللي ده اللي انا متعلمه عليه بصراحه. ونزلي كده التومه جواها كده اهوت. خلاص كده هتاخد غلوتين معاها وهطفي عليها خلاص. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو خلاص.
ما شاء الله. شوف السبانخ وحمرها وجمالها، والله يا بنات كانت جميله. والاكله دي طبعا معروفه في الشتاء، طبعا بتدفي ومفيش احسن بصراحه من الطبيخ في الشتاء. اهو بص يا بنات حلوه ازاي. اهو كده خلاص كان الاكل ما شاء الله كله خلص كده اهو زي ما انتم شايفين. بس كده، ولا احتاج رز احط فيه اللي هي تتقل، ولا احتاج اي حاجه. هي كده بالنسبه لي كانت مظبوطه وحلوه. والشوربه اهي، حتى انتوا شايفينها الشوربه لسه عليها من فوق، يعني ما شربتش المكرونه ولا حاجه. بصوا اهي. اهم حاجه زي ما انا قلت لكم المكرونه تحمر حلو، تتحمر حلو، وتاخد غلوه واحده وتقفل عليها الشوربه. بس كده اهوت. والسبانخ اهي زي ما انتوا شايفينها. بصوا الحمار بتاعها عامل ازاي، واللحمه طبعا هتديها طعم حلو. بس كده، والرز ما شاء الله مفلفل اهو حلو. وكده يا بنات اهو الاكل خلص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.